السلام عليكم. احنا الان من مسجد اولاد غازي بقرية اولاد الشيخ سيد غازي. بقرية من مسجد السيد غازي او اولاد غازي بقرية اولاد الشيخ بمركز المنشاه. معنا الحاج جمال ابو علي. يا مرحبا. انت قلت لنا يا عم جمال عندك حاجات قديمه اهو. شرفنا. ده اليافطه دي عشان ايه؟ تقرب عليها. تأسس الجامع ده خالد سنة 505 هجريا. وريني كانت هناك. وميلاديا 1084. أسس السيد غازي. تعالوا أوريك السيد غازي. وقف. احنا تركناه للأسف. كانت الناس كثيرة من جميع البلاد. ده مقام ايه؟ مسجد مقام السيد مقام السيد غازي. السيد العزب. لا، الشيخ محمد. الشيخ محمد ابو غازي. خش جوا كده. خش تعالى خش تفضل. ده مقام. المقام ده من 950 سنة. المقام ليه كم سنة ده؟ موجود من 950 سنة. 950 سنة. السيد غازي ده الخامس عنده بينه وبين الرسول عليه الصلاة والسلام حوالي 300 سنة. ده الرابع أو الخامس. الرسول عليه الصلاة والسلام ده ابن الحسن والحسين. ده قديم المبنى قديم جوه. لا المبنى قديم. وتعال اوريك الورق عند السيد غازي. هنوريك الحروف. اليافطة. بص يا استاذ. ده هنا دي كتوبة دي. في اللي هناك بقى. تعال نوريها لك. كتوبة دي؟ تعال. ده اخوات السيد غازي وابنه. هو السيد غازي قدام. تعال. ده ايه؟ ده السيد غازي اللي يعني اول واحد في العربة اللي مقسم العربات يعني بمعنى اصح. السلام عليكم. بص يا خالد ممكن تجيب لك. بص. كتوبة دي. دي كلها دي كتوبه بس صعب ان انت تقرا. بس بص. كتوبة لها كم سنة؟ هنا تقرا السيد غازي. ايوه. مات امتى وايه دوره وايه الكتوبة دي غير في الجلد يعني. ده انا بكلمك ده على الكتوبة دي لها كم سنة؟ الكتوبه دي ممكن تعدي 200. 200 سنة؟ الكتوبه دي تعدي كتير. العمر السيد غازي ميت من مؤسس الجامع المسجد من 950 سنة 1505 هجرية. سنة 1084 ميلادية. تمام. يعني حوالي من 900 سنة. 900 سنة. الكتوبة ممكن ما تكون حديثة. بص. ده كان كل الخميس لازم هنا العربة كلها تتلم هنا كل الخميس. العادة دي بطلت ممكن من 20 50 سنة. مش كتير يعني. بس كان الاستهمار. سامحنا ربنا على قلة الاستهمار. شيخ مين دي؟ شيخ محمد. ده يبقى ولد اخوه العارف بالله بتاع سوهاج. يعني ولد اخو السيد غازي مش اخوه. ولد اخوه. في كلام واضح. انا لو تقدر تقرا. في شباب بيقرا بس انا ماليش في القرايه. يقول كتوبة. برضه لها كم ما سنة؟ كتر خير. هذا لها كم سنة؟ 500 دي يمكن. لها كم سنة؟ من زمان. لها كم سنة انا الكتوبة؟ عارف المقامات بس الكتوبه دي الله اعلم. عشان ما ماشي. تكون تهدد ما فيش حد بيدل على كتبوه متى ولا جددوه متى. مقامات يا عم. ده من المؤسسين. ممكن مش هنقول لك العربة. ممكن مركز المنشاه لما تتكلم من 900 سنة يبقى تعرف ان ايه اللي كان يقال يعني ان في 3 اخوات جو يشتكوا له. كان قاضي عرفي هو. فجو يشتكوا له معاهم مشكلة. فايه حل المشكلة من هنا من المسجد ده. لو عاوز تقيس العرابة القبلية والعرابة البحرية من هنا تلاقيها نفس المسافة. وانا قستها بالعربية ومسؤول على كلامي. تعال للمسجد السيد غازي وقبل على عرابة ابو دوس وقبل على عرابة بحر عرابة ابو الدابة تلاقيها نفس المسافة. قال لهم واحد يشرق لغاية المغرب واحد يقبل لغاية المغرب ويريح. ولغاية المغرب امسك انت. طبعا شكرا. احنا من قرية اولاد الشيخ من اولاد ابو غازي من المقامات. انا ابو غازي مقام الشيخ سيد غازي ومقام الشيخ محمد غازي من قرية اولاد الشيخ. مركز المنشاه. كنت معلومة مصر وبيع اساليب الحاجات دي. يلا
نقول لك انا الجديد والقديم يعني فيه. من مسجد أولاد غازي، مسجد اولاد الشيخ، أولاد الشيخ أولاد غازي بمركز المنشا. يلا سلام. يا اسطى صورتها صح عشان صورنا